البريطانية إيدا لوفليس بنت الشاعر الرومانسي المشهور لورد بايرون، وأمها أنا إيزابيل، واللي كانت بتنادي بتغيير نظام التعليم، واللي وصلها إنها أسست أول منظمة تعليمية في بريطانيا، وكمان كانت بتنادي بإلغاء العبودية واللي كانت منتشرة بشكل كبير في الوقت ده. وإيدا طفولتها ما كانتش سهلة لأن أبوها انفصل عن أمها بعد ولادتها بشهر وساب إنجلترا للأبد وسافر إلى اليونان إلى أن توفى هناك. وإيدا كان عمرها ساعتها 8 سنين، ولكن أمها فضلت معاها واهتمت إنها تطور حبها وشغفها بالرياضيات، واستمرت إيدا تتعلم وتنمي مهاراتها في المجال ده واللي هو الرياضيات، إلى أن وصلت للجامعة وابتدت تقابل علماء وأساتذة في نفس المجال، واللي كان من ضمنهم عالم الرياضيات المعروف شارلز بابيج، والملقب بأبو الكمبيوتر. والراجل ده كان مهتم جدا بتصميم الآلات، ومن الآلات اللي صممها ديفرنس انجن، ودي آلة حاسبة ميكانيكية تحاكي في تصميمها الكمبيوتر دلوقتي. والآلة دي كانت سبب ان نشأت صلة وصل بين إيدا وشارلز، لان إيدا كانت مبهورة بالآلة، واللي خلى العلاقة ما بينهم تبقى قوية اكتر، وابتدى يكون في تواصل ما بينهم بشكل مستمر بخصوص الآلة دي. وفي 1843 ومع حب وشغف إيدا بالآلات الميكانيكية وعلاقتها بالرياضيات، وده خلاها تهتم بأي أبحاث ليها علاقة بالموضوع ده. وفي يوم إيدا كانت بتطلع على بحث لعالم الرياضيات الإيطالي لويجي مينابريا عن آلة جديدة وهي Analytical Engine، ودي كانت آلة حاسبة شبه اللي عملوها قبل كده ولكن متقدمة أكتر. والمهم إن إيدا بعد ما درست البحث ده كويس قوي كتبت ملاحظات بتشرح فيها إزاي نقدر نستخدم Analytical Engine في العمليات الحسابية المعقدة واللي بتم على أكتر من خطوة. وكمان ما وقفتش لحد كده، لأن موهبتها وتفكيرها خارج الصندوق واللي ورثته من أبوها خلاها تقدر توصل لشيء أهم، وهي نظرية عن كيفية تعديل الاناليتيكال انجن، واللي هيخلي الآلة دي تقدر تنفذ عمليات أخرى غير العمليات الحسابية. كمثال تقدر تنفذ النوتات الموسيقية. وابتدى الشغل على تنفيذ اناليتيكال انجن، ولكنهم اتوفوا قبل إنهاء بناء الآلة، واللي تعتبر أول نموذج أولي لكمبيوتر في التاريخ. وده كان سبب من أسباب تلقيب تشارلز بأبو الكمبيوتر، وإيدا بأول مبرمجة في التاريخ. واسم إيدا فضل مخلد معانا لحد دلوقتي لأنهم أطلقوه على لغة برمجة، وكذلك احتفالية كل سنة في أول أكتوبر بإيدا باعتبارها مثال للمرأة اللي قدرت تبدع في مجال التكنولوجيا والرياضيات. ومن الحكاية دي نقدر نستنتج شيء مهم، إن لقب مبرمج أطلق على إيدا بعد ما قدرت تعدل نظام الاناليتيكال انجن إنه يعمل عمليات غير العمليات الحسابية، ولكن تخصص كل اللي كانوا في الحكاية دي كانوا علماء رياضة، وبالتالي في علاقة وثيقة بين البرمجة والرياضيات. وبعد تطور الكمبيوتر وظهوره بالشكل الحديث ابتدى يظهر انواع مختلفة من المبرمجين، واللي ممكن نختصرهم في نوعين، كودر ومبرمج. ولو رحت وسألت اي حد مش مهتم بالتكنولوجيا ومجال البرمجة والكمبيوتر عن الفرق بينهم، بعضهم هيقولك مفيش فرق بينهم، واللي في وجهة نظرهم ان المبرمجين دول هم الناس اللي على طول لابسين الزونت الاسود والنضارة وقدامهم كذا شاشة وكلام بالاخضر وشغل الخيال العلمي ده. لكن الحقيقة لو انت جوه المجال او حتى ناوي تخش مجال البرمجة، فبالتالي لازم تبقى عارف ان الفرق بينهم كبير، وبنلاقي ان اكتر نوع مطلوب هو المبرمج مش الكودر. وهنا نقف شوية لان ده خطر كبير جدا بيحصل في كتير من الشركات، لان النوعين لا غنى عنهم في اي شركة. ليه بقى كل دول لازم يبقوا موجودين في الشركة او المجموعة اللي شغالة على المشروع سواء كان تطبيق او غيره؟ وازاي نقدر نفرق ما بينهم؟ ولو انت في مجال البرمجة بالفعل ازاي تقدر تحسن من نفسك وبالتالي تقدر تلاقي فرص افضل؟ وده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. المبرمج هو شخص مسؤول عن تصميم أنظمة الأجهزة زي النظام اللي شغال بيه الكمبيوتر سواء ويندوز أو ماك، وممكن يكون بيصمم أنظمة للسيارات زي السيارات الكهربائية واللي بقت منتشرة دلوقتي، وكذلك بيصمم برامج ومواقع وألعاب وخلافه. لحد هنا مفيش جديد، ولكن بقى إيه الفرق بين المبرمج والكودر؟ المبرمج دوره في تصميم الأنظمة منصب على إنه بيحدد أفضل الأدوات وأفضل تصميم لبناء النظام، وعشان كده لازم يبقى عنده دراية كافية بالرياضيات وكذلك خبرة في استخدام الألجوريزم أو الخوارزميات لحل المشاكل
اللي هتقابله. والمبرمج مش ضروري يبقى خبير في لغة البرمجة، ولكن لازم يكون عنده خبرة بلغة واحدة على الأقل. وبسبب نقطة الضعف دي هنا يجي دور الكودر، واللي مش ضروري يكون خبرة في الرياضيات أو التخطيط للأنظمة زي المبرمج، ولا حتى يكون عنده دراية كاملة عن النظام، ولكن هو شخص بيبقى عارف لغات البرمجة بشكل جيد جدا، بالإضافة على إمكانية تحويل أي لوجيك مطلوب منه إلى كود يفهمه وينفذه الكمبيوتر، سواء بقى استخدم مكتبة خارجية أو جايبه من على ستاك اوفر فلو مش مهم، ولكن المهم إنه حول تصميم النظام إلى كود برمجي وشكرا. وهنا ممكن كتير يستغرب، أنا عمري ما سمعت إن في شغلانة طالبة كودر، وده بالفعل صحيح، لأن اسم كودر مش الاسم الصحيح للمبرمج واللي تخصصه كتابة الكود البرمجي، ولكن الكودر اللي بيبقى وصل إلى مستوى عالي من إجادة لغات البرمجة واستخدام أدواتها زي ال IDE، سواء كان من أنصار فيجوال كود أو جيت برينز، بيتقال عليه بروفيشنال كودر أو الاسم المشهور جونيور ديفلوبر. فلما تلاقي في الوظيفة مطلوب جونيور ديفلوبر، ده معناه إن الشركة دي قصدها مبرمج عنده إجادة تامة للأدوات المذكورة في الوظيفة، وكذلك لغات البرمجة المطلوبة، ولكن مش ضروري يكون عنده خبرة بكيفية التخطيط وإدارة الأنظمة. والغريب إن بعض الشركات بتطلب جونيور ديفلوبر وبيطلبوا إنه يكون عنده دراية بكيفية إدارة المشاريع، واللي بطبيعة الحال مش وظيفته الأساسية، ولكنها وظيفة المبرمج. وأكثر المسميات الوظيفية للمبرمج والأشهر على الإطلاق هي سينيور ديفلوبر او سوفت وير ديفلوبر، وكذلك سوفت وير انجينير. وهنا يجي سؤال تاني، ليه بقى محتاجين الاتنين لو هنشتغل على اي مشروع؟ اولا من ناحيه المبرمج ما نقدرش نستغنى عنه، لان هو اللي بيخطط للنظام ومسؤول عن حل اي مشكله في تصميمه سواء دلوقتي او في المستقبل. واغلب المبرمجين ما بيكونش عندهم خبره كافيه بكتابة الكود، وصعب في بعض الأوقات إنه يعمل الاتنين، إنه يخطط للنظام ويراقب على الفريق اللي شغال عليه وكمان يكتب الكود. وبالتالي هنا يجي دور الكودر برنس البرمجة، واللي بخبرته في كتابة الكود واستخدام أدوات البرمجة يقدر يحول أجدعها ستراكشر لأي نظام لكود يقدر الكمبيوتر ينفذه. وعشان كده لا غنى عن الاتنين. وهنا ممكن نسأل برضو، هو إيه الفرق بينهم من ناحية التعليم والشهادة؟ لأني عمري ما سمعت عن كلية بتخرج مبرمج وكلية تانية بتخرج كودر، وفعلا سواء كودر أو مبرمج الاتنين شهادتهم ومؤهلاتهم واحدة، وهي أي شهادة ليها علاقة بأي حاجة في الكمبيوتر، مثلا هندسة حاسبات أو حاسبات ومعلومات. ولكن على أرض الواقع رغم إن الشهادات دي مهمة، لأن بعض الشركات بتشترط على الشخص اللي هيتعين في قسم معين إن يكون معاه شهادة في نفس التخصص، ولكن بنسبة 90% خبرتك العملية هي اللي هتعديك من الانترفيو وتخليك تقبل في الوظيفة عدل. فلو عندك خبرة في البرمجة ولكن مش معاك شهادة في مجال الكمبيوتر، تقدر تقبل في وظائف المبرمجين عادي جدا. ولكن ده برضو ما يمنعش انك لازم تبدأ تمشي في اجراءات انك يكون عندك شهادة في المجال، واللي هيحسن من فرصك في المستقبل. لحد هنا عرفنا الفرق ما بينهم. طيب لو انا جونيور او كودر، ازاي ابدأ اطور من نفسي وابقى مبرمج او سينيور؟ اول حاجة لازم تشتغل على تحسين مهاراتك في لغات البرمجة اللي بتستخدمها، لان فقدانك للمهارة دي تعتبر نهاية وظيفتك كمبرمج، فلا هتبقى نافع لا مبرمج ولا حتى جونيور. ولكن مش معنى كده اني طالب منك انك تبقى تنين في لغة البرمجة وانك تعرف كل حاجة، ولكن على الاقل لازم تبقى متقن لاساسيات اللغة. وبالنسبة للنقطة دي بعضنا لو شغال في فريق ممكن يلاحظها، لان في بعض الاوقات بتلاحظ ان اللي بيراجع الكود بتاعك ممكن يكون عنده خبرة اقل منك في لغة البرمجة، ولكن ده مش شيء يقل منه، لانه على الجانب التاني هو اعلى منك خبرة في إدارة المشاريع والأنظمة. والنقطة اللي بعد كده إنك تروح تراجع الكود القديم بتاعك واللي كتبته زمان، واسأل نفسك هل الكود ده ممكن تحسنه؟ وهل في طريقة أفضل تقدر تحسن بيها الأداء أو هيكل الكود الاستراكشر؟ ويا سلام لو استعنت بالمبرمجين اللي في المكان اللي انت فيه إنهم يشاركوك رأيهم في الكود بتاعك. والنقطة اللي بعديها هي المشاركة الفعالة، يعني حاول تشارك الناس اللي معاك بآرائك واقتراحاتك لو لاحظت انك ممكن تساعد في حل اي مشكلة بتواجههم او هما بيناقشوها. ولكن خلي بالك وبلاش تتذاكى او تتكبر وتبدأ ترفض الآراء والاقتراحات بتاعتهم بدون تفكير، لان زي ما هما لازم يسمعوك انت كمان لازم تسمعهم. ونقطة كمان وهي ان الزبون دايما على حق، بمعنى انك تحاول دايما ان يبقى عندك منظور من وجهة نظر العميل، وحاول تفهم متطلباتهم كويس جدا، لان لما هتزيد خبرتك من الممكن ان يبقى بينك وبين العملاء
وتواصل مباشر، وعشان كده لازم يبقى عندك قدرة انك تفهم هم عايزين ايه، وكمان تقدر تقدم اقتراحات افضل لو عندك. ولكن مع كل خبرة أو مهارة جديدة أنت هتكتسبها هتيجي مسؤوليات، وعشان كده لازم يبقى عندك مرونة اتجاه المسؤوليات دي. وأخيرا أحب أقولك، سواء كنت بتتعلم برمجة أو مبتدئ أو سينيور أو حتى تنين برمجة، أيا كانت خبرتك، هو إنك بالفعل دخلت مجال البرمجة. عاش يا هندسة. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.